عزيزي المضحي، تعال أقولك على كلمتين عشان يريحوك شوية من الاكتئاب اللي فيك. حضرتك بتضحي عشان خاطر ربنا؟ في الحالة دي مش هيبقى في عندنا أي مشكلة، لأنك ساعتها مش هتنتظر من الشخص اللي قدامك إن هو يضحي هو كمان عشانك. إنما بقى لو حضرتك بتضحي عشان الشخص اللي قدامك ده غالي عندك، عشان أنت بتحبه، عشان عشرة عمرك، عشان الصداقة، أحب أقولك إن معلش تعالى على نفسك كده وكمل جميلك قول له انا عملت الحاجه دي عشانك، انا الحاجه دي ما بعملهاش لاي حد. يبقى كده انت شيلته الجميله، وبالتالي لما يجي بعد كده تطلب منه ممكن قوي تفكره باللي انت عملته فيه. وفي الحاله دي مش هتقعد تشيل في قلبك، تشيل وبعد كده تتصدم ان هو نكر للجميل وان هو ما تمرش فيه وانه حضرتك ما قلتلوش. ممكن قوي يكون ان هو فعلا ناكر الجميل وان هو مش فارق معاك التضحيه بتاعتك. ممكن قوي يكون مش واخد باله، ما هو مش عارف ان انت بتضحي عشان خاطره. ممكن قوي يكون خلاص هو فاكر ان ده حقه وان المفروض ان انت اصلا تعمل له الحكايه دي. ايا كان انا مش هربي اللي قدامي، انا ببتدي اعدل في نفسي. ربنا خلق في كل واحد فينا حاجه بتميزه عن التاني عشان كل واحد فينا يقدر يساعد التاني. يبقى انا اخدها من هذا المنطلق ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا البعض سخريه لما قال لنا في سوره الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم: اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إذن ربنا خلانا مسخرين لبعض، ولكن مش شرط ببلاش. أنا هعمل الشيء ديت عشان خاطر ان ربنا خلانا كل واحد بيميزه عن التاني وخلانا ان احنا نساعد بعضنا، ولكن ما قالناش ببلاش. انا عايز اعملها ببلاش وتكون خالصة لوجه الله، ما تنتظرش من اللي قدامك. لكن ضحيت وعايزه اللي قدامك يقدر ويحس ويرد وكل الحركات اللي احنا بنتضايق عشانها، يبقى اقول له وافهمه وافكره، مش هقعد اضايق في روحي. بصوا يا جماعه، هي خطوات، مشيت على الخطوات دي هترتاح وتريح اللي قدامك، ما مشيتش على الخطوات يبقى مش هتلوم غير نفسك. ولا ايه رايكم؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.